خالد. اما بدايه الحقبه احسن بدايه بعد كاس العالم هو كاس العالم، لكن هو اكو استثناءات في موضوع ما. يعني هسه دا يحكون على موضوع زيدان نعم زيدان من الاسامي اللي تتمناها كل المنتخبات والانديه، لكن انا المدرب من يجيب لي انجاز انا ظل متشلب برقبته، لان انا شغل انجاز، الانجاز يجيب. اكو مدربين حتى لما ممكن حتى 10 سنوات خلاص، خلي 50 سنه اذا كل سنه يجيب لي كاس عالم مش عندي انا. صح لا كل 4 سنين كاس عالم ما معي، اذا كل سنه يجيب لي كاس عالم لا بس حطه على راسي. 10 سنوات كفايه يعني. 10 سنوات كفايه يعني. ما تضمن ينجح بعد، ما تضمن ينجح بعدين. اوكي ابو محمد اول شيء هذا الكلام ابو محمد من الحين. ابو محمد هذا يسموه جماليه كره القدم او التمتع بالمدرب الجديد، لكن انا مدرب يجي كل سنه يجيب لي كاس اسيا ابقي عندي عقب سنه ونص يورو. صح لا انا مدرب جاي وياي كاس اسيا، جايب كاس اسيا، اجيت بطوله الخليج جاب لي اياها، انا شنو اقول لهم والله اريد اجيب واحد غيره اغير طريقه لعب؟ لا عمي بس خلاص كل البطولات دا تجيب لي عمي على راسي خليك، وانه بكاس العالم. فما معقول انا ورا 10 سنوات مدرب جايب لي مرتين كاس عالم اقول له الله محمد علي وياك اريد اغير طريق، ماكو هيك منطق. هو الجمهور ما يتغبى نفسه. لاعبين جابونا زيدان مقبول. شوف لا انا اتفق. لا منو؟ قديش شلون المدرب زين والله كبير، اي واحد درب هذا الفريق الفرنسي يجيب لك كاس عالم يا جماعه. اوكي اللي قبل كاس لاعبين يا اخي يعطيكم العافيه. يروح يدرب هذا كوستاريكا شكرا احمد. احمد ترى لما اقول لك شكرا الله يرحم والديك. عفوا يعطيك العافيه. شكرا. حبيبي. خلينا نتكلم على الارقام القياسيه.